جمهور الاهلي بقى له كام يوم مش قاعد على بعضه، مستني السرينه اللي جايه، مستني التيك تاك اللي جايه. هو ايه يعني؟ احنا بعد يحيى عطيه الله عطلنا؟ مش كان في يا جماعه محمد علي بن رمضان واشرف داري ومش عارف ايه وشويه لعيبه كده واسامي بقى، وهنعمل منتخب افريقيا عندنا في الاهلي. مالك يا طه باشا قلقان لي كده؟ قلقان ليه؟ ده انا هموت. بقى دلوقتي ان اقرب صفقه للنادي الاهلي هي محمد علي بن رمضان. ازاي يا جدعان؟ طب ما هي كان يعني ده مفيش من يومين كانت الصفقه دي عربت خلاص، وفي مواقع طلعت قالت لك خلاص الراجل خلص في حته تانيه. لا، ال 48 ساعه اللي فاتوا دول غيروا حاجات كتير قوي. اسمع مني بقى نهاية الكلام ومحبسه. الصفقه بقى رايحه جايه بقى لها كام يوم، ولكن تعالى اقول لك اصلا هو ايه اللي كان معطل الصفقه. اللي كان معطل الصفقه من الاخر ان النادي المجري عايز فلوسه كلها كاش. النادي المجري ما عندوش مشكله ان هو يبيعه للاهلي ولا للزمالك ولا للترجي ولا ايا كان لمين، ولكن الراجل عايز فلوسه كلها كاش، في حين ان النادي الاهلي عايز يقسط الصفقه. طب ليه الاهلي عايز يقسط الصفقه؟ ما هو لسه بايع عبد المنعم والدنيا لطيفه ومعاه كاشات يعني. علشان حاجتين. اولا الاهلي عايز يقسط صفقه محمد علي بن رمضان علشان الاهلي عايز يجيب صفقات تانية، فمش عايز يحط السيوله اللي معاه كلها في صفقه واحده. اللعيب تمام وزي الفل وكل حاجه، بس انا عايز اجيب صفقات تانية. وده كمان اللي الاهلي مؤخرا بدا يعمله. الاهلي خلاص دلوقتي ما بيكيش صفقه من الاخر، الاهلي بيقسط كل صفقاته. دي اول نقطه. تاني نقطه، علشان فلوس عبد المنعم اصلا لسه ما دخلتش النادي، يعني الفلوس اللي بتاعت عبد المنعم دي لسه ما دخلتش خزينه النادي الاهلي، فبالتالي انا هكيشها ازاي؟ طب يا عم الحاج، طالما محمد علي بن رمضان ده فشيخ قوي كده وبيطلع نار من بقه، هو النادي بتاعه عايز يبيعه ليه؟ الحقيقه بقى ان النادي المجري عايز يبيعه عشان سببين. اولا اللعيب ده كان جاي فري، فبالنسبه له دلوقتي ان انا هجيب فيه مبلغ وقدره دي مصلحه، طب ما يلا نبيعه. تاني حاجه، النادي المجري خلاص رسميا طلع من تصفيات دوري ابطال اوروبا، فبالبلدي كده مش داخل له فلوس من دوري ابطال اوروبا ولا من الاتحاد الاوروبي خلاص. فمن الاخر انا كده كده عايز ابيعه علشان الفلوس. خلاص انا كده كده كنت جايبه فري ومفيش مصلحه خلاص من دوري ابطال اوروبا، فنبيع اللاعب بقى. مادية حقيرة أصلا. قلت حاجة يا حسن؟ بقول مادية جميلة. مادية جميلة. يعني اللاعب ده في الاخر يعني ما سلعه ملوش راي هو، يعني ده بالعكس، رغبه اللاعب بقى هي اللي حاسمه كل حاجه. مبدئيا اللاعب كان مضغوط عليه من جمهور الترجي ان هو يرجع تاني، وجمهور الترجي مش عايز يروح الاهلي علشان يلعب معاهم بقى في كاس العالم للانديه والكلام ده كله، لان بالمناسبه الترجي مشارك في كاس العالم للانديه بالنسخه الحديثه، فكانوا برضه عايزين يدعموا النادي بصفقات كويس. لكن خد بالك من حاجه، الترجي كان عايزه اعاره لمده موسم واحد، دي اول نقطه، والترجي ما بيدفعش المبالغ اللي بالك فيها يعني بالنسبه للنادي المجري لا يا عم، مصلحه ان انا اخلص مع الاهلي ولا مع العرض السعودي اللي جاي للاعب. نادي الاخدود السعودي بقى عارض 2.6 مليون دولار كاش على الترابيزه عشان نخلص، وبصراحه نادي المجري كان بيشاور عقله في القصه دي. طب ومحمد علي بن رمضان نفسه، محمد علي بن رمضان نفسه عايز ينتقل للاهلي، وبالمناسبه الاهلي هو الفريق الوحيد اللي بيتفاوض مع اللاعب اللي راح يتفاوض معاه بشكل مباشر. يعني انا رفعت سماعه التليفون على الراجل بقول لك ايه يا باشا، انت معانا ان شاء الله الفتره اللي جايه، احنا هنخلص بس مع ناديك. باقي ما باقي كله بقى بيتفاوض مع النادي، لكن مفيش حد فيهم عرف يوصل للاعب او حتى يتكلم معاه او ياخد منه موافقه مبدئيه على العرض. في حين ان خد بالك من حاجه، نادي الاخدود حاطط زي ما قلت لك 2.6 مليون دولار كاش، وده اللي النادي المجري كان ميال له، ان انا اخلص في اللاعب كاش وفكك بقى بلا اقساط بلا الكلام ده كله. لكن رغبه اللاعب في الانتقال للاهلي، وسيبك بقى من اللي اتقال من يابا كوره واكتر من ويب سايت تاني ان هم يعني اللاعب مش عايز يجي الاهلي والكلام ده كله، لا ده بالعكس، ده رغبه اللاعب ان هو عايز يجي الاهلي هي اللي مخليه النادي المجري طب ما تيجي نشوف عرض الاهلي ونوصل معاهم لحل وسط. طب ايه بقى اللي غير الكلام وقرب الصفقه من الاهلي اخر 24 ساعه؟ الحقيقه ان كان في زوم ميتنج بين امير توفيق وبين ممثلي النادي المجري وبين وكيل اللاعب. من الاخر بيحاولوا يوصلوا لحل وسط كده عشان نخلص الصفقه يا جماعه ونوصل لحل في النص يرضي جميع الاطراف. اللي هقول لك عليه ده بالظبط العرض اللي كان الاهلي مقدمه. الاهلي كان مقدم في الاول 2.2 مليون دولار زائد 500 الف دولار بونص بيتاخدوا بعد كده للاعب. النادي المجري قال لك لا، قال لك والله انا عايز 2.7 مش 2.2، وال 500 الف دولار برضه بونص عادي مفيش مشكله. طيب اللي وصلوا له بقى ايه؟ اللي احنا نجيب نفاصل بقى ونجيب الحلو من هنا الحلو من هنا، قال لك لا يا باشا، الاهلي قال لك طب انا خلاص هقدم لكم عرض 2.5 مليون دولار زائد 300 الف دولار بونص، والاهلي عايز يسدد ال 2.5 مليون دولار في الاول دول يسددهم على سنه ونص. فده كان اخر اتفاق الاهلي او اخر عرض الاهلي قدمه للنادي المجري علشان يشتري اللاعب. لحد دلوقتي خلاص النادي المجري بنسبه كبيره بعد رغبه اللاعب والتواصل مع النادي الاهلي يعني ميال ان هو خلاص يخلص الصفقه بالنسبه للنادي الاهلي.
طب الاهلي بقى اتعاقد مع اللاعب كام سنه؟ الاهلي بنسبه كبيره اتعاقد مع اللاعب لمده 4 سنين، وزي ما قلت لكم قبل كده الراجل ده عنده 24 سنه ولاعيب بوتنشال جدا وهيفيد النادي الاهلي الفتره اللي جايه. ده كان باختصار كده حدوته محمد علي بن رمضان. السلام عليكم.